حمد الله يقود الاتحاد في مونديال الأندية. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مساء اليوم الأربعاء عن القوائم الرسمية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 و 28 دجنبر الحالي. ويتقدم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لائحة نادي الاتحاد إلى جانب النجم الفرنسي كريم بنزيما. ويفتتح نادي الاتحاد مونديال الأندية بمواجهة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي. وفي حال تجاوز الاتحاد للدور الأول سيلاقي في الدور ربع النهائي الأهلي المصري بطل القارة الإفريقية. وجاءت لائحة نادي الاتحاد كالتالي: عبد الله المعيوف، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، فابينيو، كريم بنزيما، إيغور كورونادو، جوكا، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، حسن كادش، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبد الرحمن العبود، أحمد حجازي، أحمد بام سعود، مدل العليان، مارسيلو غروهي، صالح العمري، رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن أسماء 3 لاعبي كرة قدم يتنافسون على لقب أفضل لاعب في القارة عام 2023. ومن بين المتنافسين على الجائزة الجناح المصري محمد صلاح من ليفربول، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي، والمدافع المغربي أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان. جدير بالذكر أن أوسيمين أصبح بطل إيطاليا مع نابولي في موسم 2022 إلى 2023، حيث سجل 26 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة. وفاز صلاح بكأس السوبر الإنجليزي مع ليفربول. وسجل المصري 30 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة في 51 مباراة هذا الموسم. وأصبح حكيمي بطل فرنسا وفاز بكأس السوبر مع باريس سان جيرمان، حيث لعب في 39 مباراة وساهم ب5 أهداف و6 تمريرات حاسمة.